اليوم كان موقع الجريمة يلي حصلت الصبح. اثنين عم بيمارسوا رياضة، شو بدكم فيهم؟ اوكي، كلهم شاطئ العراء، قصدي شاطئ العشاء، حبيبين قلبين بحبوا بعض. طبعا معظم او كل رواد التواصل الاجتماعي وصلهم الفيديو يلي فيه اثنين بوضعية مشبوهة جدا على الشاطئ العمومي هنا، وطبعا كانوا عم بيقوموا بعمل يخالف الآداب العامة وهو بمثابة ارتكاب جرم بالنسبة للدولة اللبنانية. كانت القوى الأمنية المختصة بهيدا الموضوع عم تقوم بالتحقيقات. بلشنا فيه وبده يعني من هلا ل5 ايام، ماكسيموم 5 ايام بيطلع مين المسؤول، والمسؤول اكيد هيتحاسب. هناك صعوبة كبرى ب الكشف عن هوية الشاب والبنت يلي كانوا عم يرتكبوا الفاحشة. استاذ نزيه الرئيس، اول شيء يعطيك الف عافية. ثاني شيء شو عرفت لنا عن هيدا الفيديو؟ لحديت هلا بس ما بين شيء بالمره، ما بنعرف اذا كان صحيح ولا مش صحيح، مركب ولا كان صحيح، مش عارفين لهلا. هناك احتمال كبير بانه يكون هيدا الفيديو هو فيديو تركيب التلة الموجودة هناك. من هناك تم التصوير، أما وجود النخل اللي كانت موجودة بالنص فمش موجودة حقيقة وواقعا. كان في طيور كتير على الشاطئ، وحجم الطيور هون على الرملة البيضاء ولا مرة وصل لهيدا الحجم الكبير. يعني ما في هالطيور الكتيرة على شاطئ الرملة البيضاء بهيدا الشكل، لا شتاء ولا صيفا. الطيور اللي بتتواجد بهالكترة ما بتتواجد غير الصباح، ما بتتواجد المساء او الظهريات. طبعا كل الموجودين هون ما بيعرفوا شيء عن هيدا الفيديو الا انه وصل لهم، لانه في ناس موجودين بشكل دائم هون على الرملة البيضاء ما ولا مرة شافوا هيدا الفيديو. يعني ما معقول انه يكون صار. اي متى بتجي؟ انا كل يوم. طب الفيديو يلي تم تصويره ونشره هل عرفت فيه؟ سمعت فيه، شفته. ايه بعيد كثير عن برأيك حقيقي؟ حقيقي. ليش مو حقيقي؟ بس يعني اللي هو المصور التافه اللي كان مصور هذا الشيء، انه بدل ما يصور ويقعد يتمتع بهذه الصوره، المفروض كان بنفس اللحظه يجي يخبر هون او يخبر الشرطه. بس تاكدتوا انه صح؟ لا بالمنطقه هنيك. ايه شكرا جزيلا لك. والنقطة الثانية والأهم إنه اللي قاعد عم بيصور ليش ما صرخ عليهم مع إنه صوته بيوصل قريبين كتير لإله؟ يا ليه ما صرخ عليهم؟ قاعد يتصور بكل بساطة، بدل ما يصرخ عليهم ووقفهم. ليش ما اتصل بالقوة الأمنية وبلا مؤاخذة حرس الأستاذ نبيه بري فشخ عنه؟ ليش ما بعت وراهم؟ كانوا واصل قاموا بالواجب إذا ما بده ينطر كتير. يعني نخش هون. يعني إذا كان هالفيديو صحيح، والنسبة كتير ضئيلة انه يكون الفيديو صحيح، فاللي ارتكبوا هيدا الفعل هون على الشط يعني بنقدر نقول انه نجوا بفعلتهم وبارتكابهم المخالف للآداب العامة والمنافي للحشمة. في عالم اهالينا اخواتنا كلياتهم على الشط بينزلوا، يعني هذا الشيء ما بصير اكيد. بعدين بنتصل بالشرطة. قديش بيأذي العائلات والمجتمع هيدا؟ كثير بوضعنا وبهذا الوضع اللي احنا هلا فيه كثير بيأذي، مشان العالم بتنزل لهون من الضيقه ومن يعني من القله، يعني بتنزل تفضفض عن حالها. الحياة كلها عم تقلب، كله مثل بعض، حب وغرام وانتقام. هداك بقى هون بقى شوي بالزاوية لحاله وممكن يفكر بالانتحار. اوكي، فهون صارت الخبرية اليوم. ليك انا ما صدقت انه هي الرملة البيضاء بصراحة نحكي. هي انت زي ما انت شايف، يعني شط صغير وكل العالم شايفيته. مساحة الشط هو تقريبا 144 ألف متر مربع، عرفت؟ يعني 144 دونم نحن عم نحكي. بمعدل وسطي 85 متر العرض تاعه. مش معقول هي قدام عينك. انا ما بصدق. انا كمان مثلك ما صدق. يعني بصراحه هي كل العالم جاي بعائلات شط نظيف، ما ركبت معي انا. يعني الاراء تختلف بين ناس انه ببلغوا الشرطه، وناس اذا شفت هيك عمل بتبلغ الشرطه ولا شو بتعمل؟ لا الله يبسطهم، شو بدك فيهم؟ خلص اتكل على الله. وناس اعتبرت انه هذا الامر
أو هذا الفيديو مركب وهدفه فقط ضرب السياحة، وهدفه أيضا ضرب جيبة المواطن الفقير حتى ما بقى يجي على الشاطئ الشعبي اللي هو شبه مجاني تقريبا. طبعا القوى الأمنية لا تزال تتبع مسار التحقيقات. نسبة للأوضاع التي نعيشها هو وضع أمني أكثر من ممسوك، هو وضع أمني جيد، وإلى الآن لم يتبين معها شيء، باعتبار أنه هذا الفيديو كما تأكدت القوى الأمنية هذا الفيديو تصور من مدة قديمة، حتى اللي نشر الفيديو لم يعثر عليه حتى هذه اللحظة. شكرا لكم ولمتابعتكم.